السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بلح الشام القمر اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبجد هيعجبكم جدا. شايفين الجمال والطعامة؟ بجد في بلح شام حلو كده، واخد لون كله موحد كده، ومقرمش من بره وطري من جوه، وشارب كمان الشربات بتاعه حلو جدا. كمان في ناس بتشتكي ان بلح الشام بيكون فيه زفارة وكده. هقولكوا على اضافة بسيطة جدا هتخلي بلح الشام يطلع معاكوا تحفة وما يبقاش فيه اي زفارة خالص. تعالوا كده على طول نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده الأول نعمل الشربات. علشان شربات بلح الشام بيكون تقيل وبارد، جبت الحلة دي وحطيت فيها كده كوبايتين من السكر، وهنزل عليهم بكوباية ونص من المية. هاخد الحلة دي كده وارفعها على النار. أول الشربات ما يبدأ يسخن معايا بديله كده تقلبتين في نص الحلة كده علشان السكر يدوب معايا. حاولي كده ما تطلعيش أي سكر على حروف الحلة علشان الشربات ما يسكرش معاكي. أول الشربات ما يغلي كده بنزل عندي بعصرة نص ليمونة. هحسب له على النار كده حوالي 8 دقايق، وبعد كده هقفل عليه النار واسيبه على جنب علشان يبرد معايا. تعالوا بقى نعمل عجينة بلح الشام. هتجيبي طاسة او حلة اي حاجة عندك، هتحطي فيها كوباية ونص من المية، وهنزل عليهم كده بنص كوباية من الزيت. مفيش اسهل من كده. هتجيبي بعد كده نص معلقة كده من السكر، نص معلقة صغيرة، ورشة ملح. هتاخدي بقى الطاسة دي كده وتحطيها على النار لحد ما تغلي معاكي. اول ما تغلي بتنزلي على طول بكوبايتين من الدقيق، مش بتستني خالص ان هي تغلي كتير علشان المية دي ما تتبخرش معاكي وتنقص كده. فاول ما تغلي على طول انزلي بكوبايتين من الدقيق. يبقى هنا مقدار السوائل قد مقدار الدقيق، كوبايتين وكوبايتين. حطينا كوباية ونص من المية ونص كوباية من الزيت، يبقى كده كوبايتين سوائل، ونزلنا بكوبايتين من الدقيق. اول ما انزل بالدقيق على طول كده في المية اللي بتغلي دي بروح مهديه النار، وافضل اقلب كده لحد كل الدقيق ده ما يختفي معايا. انا مش عايزة اي كتل من الدقيق تكون ظاهرة. هتفضلي تقلبي كده بالمعلقة وتضغطي كده بظهر المعلقة كده اكنك بتعجني كده بالشكل ده لحد العجينة ما تبقى ناعمة معاكي وما فيهاش اي دقيق خالص. خلاص كده احنا خلصنا وبقت جاهزة معانا. طبعا كل ده والنار هادية خالص. هاخد بقى العجينة دي وافضيها في طبق كده علشان ابرد معايا العجينة. ببدأ اقلبها كده بالمعلقة. هبدأ افردها الاول في الطبق خالص كده واسيبها براحتها تبرد، او ممكن تقعدي تقلبي فيها لحد ما تبرد يعني لو انت مستعجلة. فانا كده وزعتها في الطبق كله واسيبها تبرد براحتها بقى. بعد العجينة ما تبرد معايا تماما جبت معايا 4 بيضات. البيض ده صغير، بيض بلدي صغير، فانتي لو جايبة البيض الكبير هتستخدمي 3 بيضات بس اهم حاجة يكون حجمه كبير قوي. البيض ده حطيت عليه كده نص معلقة من الفانيليا ومعلقة خل تكون كبيرة كده. معلقة الخل دي بقى هي اللي هتمنع معاكوا الزفارة بتاعت بلح الشام خالص، مش هتخلي فيه اي ريحة زفارة ولا اي طعم زفارة في بلح الشام. معلقة الخل دي انا بضيفها في اي حاجة فيها بيض، بجد بتمنع اي زفارة في البيض خالص. هنا العجينة طبعا بردت معايا تماما، ما ينفعش اضيف عليها البيض وهي سخنة لان البيض هيستوي معايا. جبت كده البيض باخد واحدة بواحدة وابدأ اعجن كده. ما ينفعش نضيف ال4 بيضات مرة واحدة لان العجينة هتبقى سايلة معاكي وتطرى جدا ومش هتعرفي تتحكمي فيها. فانا بضيف واحدة بواحدة كده. اول بيضة ضفتها وعجنت كويس لحد ما اختفت معايا تماما، وارجع اضيف البيضة اللي بعدها لحد برضو ما تختفي معايا تماما، لحد ما خلصت معايا ال4 بيضات بالشكل ده كده. اعجنوا بقى كده العجينة كويس جدا، ما تخلوش اي اثار للبيض ظاهرة معاكوا خالص في العجينة. بعد ما عجنتها كده هغطيها بكيس بالشكل ده علشان وشها ما ينشفش معايا. وبعد كده هجيب معايا كيس الحلواني وابدأ اخد كده شوية من العجينة. طبعا مش هحط العجينة كلها في الكيس، باخد شوية كده. القمع اللي انا استخدمته في بلح الشام بتبقى سنونه صغيرة كده وكلها جنب بعضها، بتبقى السنون بتاعته كتير كده ورفيعة. ده بيدينا شكل حلو جدا لبلح الشام زي الجاهز بالظبط. هتجيبي بقى كده طاسة يكون فيها زيت كتير. اهم حاجة لازم يكون زيت غزير كده. ممكن تستخدمي حلة صغيرة ويبقى فيها الزيت كتير علشان تلمي فيها الزيت اللي انت هتحطيه. اضغطوا بقى كده على الكيس كويس، هينزل معاكم العجينة بالشكل ده.
هتقصيها كده بالمقص. لو حابة تعملي كله مقاس واحد زي ما انا عملت على ايدي كده، بتقيسي بلح الشام على 4 صوابع كده وتروحي قصة على طول. انا الصراحة بشكل كده على طول واقص كبير صغير، يعني بعمله بالنظر كده. انا هنا بشكل بلح الشام ولسه ما شغلتش النار خالص، الزيت معايا بارد. لو شغلت كده النار من الاول، اول حاجة انت شكلتيها هتاخد لون واللي في الاخر لسه، فاحنا عايزينهم كلهم ياخدوا لون موحد. بعد ما بخلص تشكيل كده بشغل النار، تبقى النار عالية. بعد ما يغلي معايا الزيت بالشكل ده ويسخن وتلاقي بلح الشام طالع على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بروح بقى مهدية النار ومخليه النار وسط كده، علشان بلح الشام يطلع معاكي مقرمش وما ياخدش لون بسرعة وتلاقيه طري، او ممكن يطلع كمان معجن. فلازم اول الزيت ما يسخن كده ويطلع على الوش بروح مهدية النار، بخلي النار وسط كده، وتبداي بقى كده تقلبي بلح الشام كل شوية. بس بعد البلح الشام ما يشد معاكي، ما تلاقيه شد كده وما بقاش طري خالص، تبداي تقلبي فيه بقى علشان ياخد معاكي لون موحد كده. لو قلبتيه وهو طري الرسمة بتاعته دي هتبوظ معاكي خالص. قلبي فيه باستمرار كده بقى علشان ياخد كله لون موحد. وهنا بعد ما احمر معايا خلاص هطلعه كده. الشربات بتاعي جاهز معايا، تقيل وبارد، لازم يكون بارد وبلح الشام يبقى سخن. هصفيه كويس من الزيت وانزل بيه في الشربات على طول كده. بقلب بلح الشام كده في الشربات وبسيبه حوالي دقيقة واحدة مش اكتر من كده، هو بيشرب بسرعة الشربات ما بياخدش وقت يعني. وبعد كده بتطلعيه وتصفيه على طول، بيطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون بتاعه ولا القرمشة بتاعته؟ بجد تحفة. هقفل النار بقى كده على الزيت، وتاني مرة هشكل فيها لازم تقفلي النار تاني وتستني 5 دقايق الزيت يبرد شوية. مش لازم يعني الزيت يبرد تماما، هو بيكون سخن شوية بس مش واصل لدرجة ان هو بيغلي. انا هنا قفلت النار واستنيت 5 دقايق بالظبط كده لما الزيت هدى معايا شوية، ورجعت أشكل بقى العجينة. بعد ما بخلص تشكيل بروح مولعة النار تاني على نار عالية عادي لحد ما يغلي معايا بالشكل ده والزيت يسخن ويطلع معايا على الوش، بروح مهدية بقى النار. هيحمر معانا بلح الشام وهتطلعوه تاني في الشربات، وهكذا. لو فضل معاكي عجينة تانية هتقفلي النار وتستني 5 دقايق الزيت يهدى شوية وترجعي تشكلي بقية العجينة. مفيش اسهل من كده. معلش انا رغيت كتير قوي في الفيديو ده، بس حابة اقول لكم كل حاجة علشان يطلع معاكم مظبوط كده ويطلع زي المحلات بالظبط. خلاص خلصنا. بلح الشام طالع رهيب بجد، حاجة في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم ان الصورة كمان ظلماه، هو في الطبيعي احلى من كده بكتير قوي. مش عايزة اقول لكم ان هو احلى من بتاع بره، هو بجد احلى من بتاع بره بكتير. مقرمش من بره كده، مقرمش جدا وطري من جوه، وشارب الشربات كويس، وبجد حلو، لازم تجربوه. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.